ومرحبا بكم في فيديو جديد بتأكيد اليوم على قناتنا. بتأكيد اليوم لدينا مشكلة يتعلق بلعبة فيفا 22 أو 23 موبايل بشكل عام. في بعض الناس تدخل على اللعبة وبتجد هذا المشكل، يعني علم للعبة أو شعار يبقى بشكل هكذا يعني جامد، أو تظهر لك هذه الرسالة، أو تظهر لك رسالة أخرى الخاصة بالربط، يعني حسابك على هذه اللعبة. بشكل عام مشاكل عديدة تظهر أحيانا أو في الوقت الحالي في هذه اللعبة، والناس كثيرون لم يعرفون سبب ذلك. فعلى سبيل المثال أقوم الآن، أنا رايح داخل طبعا الآن على اللعبة، نقوم بالدخول على رابط الحساب. نختار مثلا الحساب عندي الفيسبوك أو جوجل بلاي، نختار جوجل بلاي على سبيل المثال أو الحساب الموجود عليه، ونحاول نشوف هل في إشكال قد يظهر بالتأكيد في هذه الحالة. وفعلا يقول لك فشل الربط مع ألعاب جوجل بلاي، بمعنى أن الحساب الخاص بك في جوجل بلاي غير مقبول أو لم يتم عمل له تسجيل، أو غير مقبول في تسجيل الدخول على هذه اللعبة. بشكل عام نرى أن مشاكل عديدة تظهر كما قلت في هذه اللعبة، وهذا ذكرته الشركة الخاصة بهذه اللعبة، وسنقوم طبعا بالتعرف عليه في هذا الوقت. وتابعوا ركزوا معي كيف راح طبعا كما راكم تلاحظون الان راح ندخل على المونديال ونقدر نلعب بشكل عادي وطبيعي. انا ليس لدي اي مشكله، لكن في بعض الناس لهم هذه المشاكل، وتابعوا معي. واحنا الان كما راكم تلاحظوا داخلين او طبعا على جوجل كروم. عندنا طبعا رساله اخذناها من المكان الرسمي الخاص باللعبه، يقول لك نظرا للزياده الكبيرة في عدد اللاعبين، بمعنى أنا كمستخدم طبعا تعتبرني اللعبة لاعب عادي، معلش يقول لك قد لا تتمكن من تسجيل الدخول وتلقي رسالة خطأ فشل تسجيل الدخول. إذ لم تتمكن من عملية تسجيل الدخول الآن يرجى الانتظار لحظة أو اثنين وقم بالمحاولة مرة أخرى. فعلا هذا صحيح، يعني هناك مشاكل في هذه اللحظة كما قلت لكم من طرف الشركة نفسها. يعني تقول لي هل هناك حلول تقنية؟ لا، ما فيش حلول تقنية. يعني أنت اللي عليك راح تعمله هو أنك تروح مباشرة تحذف بيانات اللعبة. دي حاجة معروفة يعرفها الجميع، ضروري أنك تحذف بيانات اللعبة. أي مشكل حدث لك في اللعبة احذف له بيانات، يعني سواء تطبيق أو لعبة. أوكي خلاص، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية اعمل طبعا كما نقولوا إزالة الشريحة، أو إذا كان الواي فاي اعمل له إعادة التهيئة في إعداد خاص بإعادة تهيئة الواي فاي الخاص بك على يعني الهاتف. اوكي، هذه مسائل واضحه. نتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. طبعا كما وضحنا هناك رسائل ومشاكل في هذه اللعبه تظهر عادي كمان، لا تقلقوا في هذا المشكل، فهو مشكل تقني من اللعبه. انتظروا فقط لحظات راح يتم طبعا اصلاح هذا المشكل ان شاء الله. دمتم اوفياء، انضموا معنا في هذه القناه. اي جديد يتعلق بلعبه فيفا او ب 23 ان شاء الله في قادم الايام افضل وافضل. دمتم